رجعنا لكم مشاهدينا، وهرجع مرة تانية أرحب بضيفتي دكتور ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية وطرق التعليم الحديثة. أهلا بحضرتك يا فندم. ويعني احنا هنبتدي كده الكلام ونقول إنه مثلا من كام سنة كده دخل علينا مصطلح جديد، وهو ده تقريبا كان البداية، نظام التابلت لأولى وتانية ثانوي. عايزه اقول لك يمكن عشان انا ما كانش عندي بنت في الوقت ده او ولد في السن ده، فانا اصلا يعني عايزه افهم ايه الموضوع ده، ايه المصطلح ده. بصي، هو احنا دايما بنسال على الحاجه اللي دايما مش موجوده. احنا كطبيعتنا كشعوب عربيه ومصريين تحديدا دايما بندور على الحاجه اللي مش متاحه دلوقتي. فكان قبل التعليم الاونلاين ما يبدا ان هو ينتشر، او قبل دخول مشروع التابلت، كنا كلنا بنقول يعني ايه انتراكتيف ليرن، امتى هنبقى زي الدول العليا؟ هو احنا محتاجين للكلام ده؟ امتى هنبقى زي الدول الاوروبيه؟ امتى واحنا وعندنا اهمال وفشل و لما بدأنا ان احنا ندخل المنظومه واحده واحده عشان الناس تبتدي تعرف، بدأنا كلنا نرجع ورا ونقول اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. اللي هو بيه انا عايزه اقول يا جماعه، خلينا دايما نجرب الواقع اللي المتخصصين بيطرحوه على ساحه الوزاره او للشعوب او للمواطنين بشكل او باخر، لان هم بيبقوا عاملين دراسات متخصصه عارفين بيها مدى فعاليه هذا النظام. بتقولي لي حضرتك يعني ايه تابلت؟ التابلت هو عباره عن جهاز لوحي يعتبر أداة بالنسبة لي قوية لتوصيل المعلومة تكرارا ومرارا بشكل أوقع من التعلم عن قرب، اللي هو داخل الفصل أو inside the class. طيب إيه فايدته؟ فايدته كتيرة جدا بالنسبة لي. أولا أنا عندي فروق فردية ما بين الطلاب وما بين بعضها. في طالب ممكن يفهم من أول مرة، وفي طالب بيحتاج تكرار الدرس مرة واثنين، في طالب بيفهم في الدوشة، في طالب لا عايز أركز ما بيقدرش إن هو يفهم في مجموعة، في طالب غاب النهارده والام اتحايلت على المدرسه انها تعيد الدرس وما قدرتش ان هي تعيده تاني. في مشاكل كتير جدا بنتعرض لها في الواقع الفعلي، الامهات المفروض ان هم عارفينها. التابلت او التعليم الاونلاين المفروض ان هو بيعوض الجاب اللي بتحصل في المواقف اللي زي دي. يعني لما ابني يبقى غايب النهارده، انا ببقى عارفه ان عن طريق مثلا المنصه الفلانيه هقدر ان انا اجيب اليوتيوب الفلاني الخاص بالدرس الفلاني عشان اقدر اعيد الدرس للابن مره واثنين وثلاثه. عارفه ان ابني عيان النهارده مش مركز النهارده، فمحتاج ان انا اعيد الدرس بالنسبه له مره واثنين وثلاثه. عارفه ان المدرسه على اختلاف انواعها سواء في التعليم الخاص او العام او الدولي ممكن يبقى في بعض الاخفاقات في الامكانيات، اذا انا محتاجه ان الدرس بالنسبه لي يبقى عملي بشكل اكتر، وخاصه ان الساينس مثلا تحديدا محتاج المجال البراكتيكال اكتر. فلما يشوف الطالب وهو قاعد في البيت التجارب بتتعمل قدامه بشكل عملي وبشكل حيوي، اعتقد ان ده هيفرق بالنسبه له في الفهم كتير جدا. لان كمان لازم نراعي ان جيلنا غير جيل الاولاد دلوقتي. احنا بالنسبه لنا ما كانش فيه المغريات الكتيره قوي اللي كانت اللي بقت موجوده دلوقتي، فبالتالي الطفل دلوقتي بتستهويه الاشكال والالوان الحاجات اللي هي بتعمل له فعلا عنصر جذب بشكل او باخر، بتخليه ان هو يركز فعلا في الدرس اللي قدامه. فكره الف وانزل بيها وب فتحه وانزل بيها، الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي خالص، الا بس في مرحله التعليم المبدئي لمهاره الكتابه. لذلك انا بقول فكره التابلت فكره هامه جدا جدا جدا، كفانا فخرا كمصريين في تجربه جديده بالنسبه لنا، رغم ان كلنا كنا خايفين منها، الا ان في جائحه زي جائحه كورونا اكتر فئه محميه صحيا كانت اولى وثانيه ثانوي السنه اللي فاتت. فدي في حد ذاتها اوضحت اهميه التعليم الاونلاين او فايده التابلت بشكل كبير. طيب لو جينا نتكلم عن يعني علشان انا اعمل مهاره جديده، على الاقل ان انا ابتدي ادرسها. طيب لو ده متاح بالنسبه للطالب، المدرس اللي المفروض ان هو هيستخدم، يعني ما هو انا في الاخر اكيد هروح سائل المدرس انا الموضوع ده ما عرفتش اخش مثلا على كذا او عملت كذا. الام بقى والاب اللي موجودين في البيت، ودي الكارثه الكبرى، لانه زي ما حضرتك كنا بنتكلم قبل الهوا، انه مهما وصل درجه التعليم انا ممكن فعلا انا مش زي ولادي. يعني انا بقعد على الموبايل ساعات انا مش عارفه يا بنتي والنبي وريني ده، وابص الاقي ما شاء الله الله اكبر ايديهم شغاله وانا ضعيفه. فدول بقى نعمل فيهم ايه؟ هي بدايه فكره تجنب ان يتكرر الجيل المأساوي اللي احنا فيه ده دلوقتي لفكره ان انا ما اعرفش ادخل اعمل برنامج على الكمبيوتر، او ان انا افتح مثلا برنامج زوم، او ان انا اعمل عليه لايف بشكل او باخر. دي في حد ذاتها هقدر ان انا اتجنبها مع الجيل الجديد بشكل كبير جدا، لان التكنولوجيا دلوقتي ما بقتش يعني مجال تخصصي الا في التقنيات فقط، لكن هي المفروض ان هي نولوجي، يعني هي معلومات عامه بالنسبه لنا، معرفه عامه بالنسبه لنا، فالمفروض الكل يبقى عارفها بدون وجه تخصص في حد ذاته للصيانه او
ما الى ذلك. فدي بس نقطه مهمه جدا عشان تخلي وليه الامر دلوقتي او ولي الامر يبقى عارف ان انا محتاج ان انا اطمن ان السيستم ده هو اللي هيخلي ابني عنده يعني يقدر يواجه المستقبل، وعنده بالظبط، وعنده افق للمستقبل بشكل كبير، عنده مناحي كتير جدا يقدر ان هو يعمل سيرش عليها. لكن اللي احنا محتاجين ننبه عليه بقى هي فكره مين رايح فين في الاونلاين. لان للاسف في بعض المدارس بتستخدم الموضوع بشكل خاطئ. يعني السيد الوزير اقر مع الساده المستشارين في الوزاره، قلنا يا جماعه يا مدارس كل مدرسه هي اولا هتبقى حره في اختيار الايام المناسبه التبادليه ما بين الطلاب، على اعتبار ان المفروض من اول النيرسري او لغايه ثالثه ابتدائي او برايمري 3 كلهم سيف جدا من ناحيه العدوى، الا اذا كان يعني في طبعا امراض مناعيه ولا حاجه، فبالتالي دول ما ينفعش معاهم التعليم اونلاين. بالتالي انا محتاجه اتليست 4 دايز بالنسبه لي، 4 ايام على الاقل، عشان اقدر ان انا اوصل لهم المعلومه بشكل صحيح. في مدارس قدرت تعمل كده وفي مدارس ما قدرتش. اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا حتى لو استخدمنا تقنيه الاونلاين لازم ابقى عارفه ان الاطفال مش محتاجين الاونلاين في السن ده، ومش هيجيب الجدوى الكافيه معاهم. مهما زودت التريننج بالنسبه للمدرسين، ومهما حاولت ان انا اعود الاطفال بشكل او باخر، لان دي يعني ما حدش قال ابدا حتى مخترع التقنيه ان الطفل يستخدم تابلت او كمبيوتر في الوقت ده. احنا كخبراء نفسيين من ناحيه ثانيه كمان بنقول الطفل المفروض لغايه ثانيه ابتدائي ما يستخدمش الاجهزه اللوحيه بشكل كبير. المفروض ان هو ليه عدد ساعات معينه ما يتخطاهاش، فمش منطق ان انا اخلي الحاجه اللي المفروض ان هي انهيلثي بالنسبه لي، حاجه مش صحيه اصلا بالنسبه لي، ان انا اخليها تبقى هي في الاديوكيشن، فبالنسبه لي يبقى هي كده دي السبلاي الاساسيه بالنسبه لي في التعليم. فده طبعا فكر خاطئ. لذلك انا بقول المدارس اللي بتحاول ان هي تجتهد في مجال الاونلاين في المراحل الصغيره، هنعتبر ده زي ما قلت اجتهاد، تزويد اكتر بنساعد بيه وليه الامر في البيت ان هي تعمل ابديت لنفسها مع الطفل، تحاول ان هي تتعاون معاه بشكل او باخر. في بعض المدارس عملت فكره الفلاشات اللي هي بتساعد بسبورت ببعض الفيديوهات مثلا، اللي هي تقدر تساعد الطفل في البيت على توصيل المعلومه بشكل كويس جدا. دي كويسه جدا لان هي بتحدد لي عدد ساعات معينه، ليها توقيت معين، تفاعليه بيقدر الطفل ان هو فعلا يتعامل معاها بشكل تفاعلي او بتقنيه كويسه جدا تناسب سنه. يعني في افكار كتير جدا الحمد لله عجبني جدا على الساحه، ان الناس بدات ان هي تفكر وتطلع حاجات وتطورها بشكل كبير. بالظبط. التساؤلات بقى الكتير اللي زي ما حضرتك كنت بتقولي فيها دي بقى هنتناولها. انا لسه هقول لحضرتك في بعض المصطلحات اللي الناس بتجتهد بقى في انها تقول هي معناها ايه. وطبعا الاجتهاد ده بيبقى خاطئ، وخاصه جروبات الماميز العسل. يعني والله العظيم بصراحه يعني انا بشوف دايما احنا الحمد لله يعني كشعب فكاهي والحمد لله، وعندنا قلبين كل حاجه روح الكوميديا عاليه عندنا قوي. فبشوف صور غريبه جدا معموله يعني شويه كتريقه بدون ذكر اسماء على مين تحديدا، ان في اختراع الفصل المقلوب، ويعني ايه فصل مقلوب والعيال هتتحول والعيال مش يعني عارفه حاجات بصراحه. هي الموضوع لطيف ان احنا نبقى بنضحك مع بعض از اكسبريشن بس جديد بالنسبه لنا، لكن از اديوكيشن اللي هو في مجال التعليم انا محتاجه اعرف ايه الميننج الصح عشان اعرف اتعامل مع ابني صح. طيب لو قلنا حاجه كده، لو قلنا حاجه يعني مثلا في ناس كتير جدا بتقول لك يعني ايه اوبن بوك، هو احنا ازاي يا سياده الوزير بنعلم الولاد الامانه وازاي بنعلمهم ان هم يعملوا الصيغه البحثيه، وبنعلمهم يعملوا سيرش ازاي ويعتمدوا على نفسهم ازاي، ومن ناحيه ثانيه مدخل معاهم الكتاب. يا جماعه ده يعني احنا بمنتهى البساطه بس عايزين نقول ان الكتاب ده لو انت داخله الامتحان وانت مش مذاكره فيه طول السنه مش عمرك ما تعرفي اصلا الصفحه، لا هتطلعي صفحه ولا هتطلعي باراجراف. فهي الفكره اسهل من كده. هو الموضوع يعني اولا طمانينه للطالب. فكره ان في طلاب كتير جدا بيعانوا فعلا من الحته دي. حد يقول لك ده انا دحيح طول السنه واجي ساعه الامتحان الاقي المعلومات اتبخرت. لكن لو انت فعلا مذاكر وفاتح الكتاب هتعرف على الاقل تطلع المكان ده. في حد ذاته بيثبت للمصحح ده اللي احنا مش مدركينه ان الطالب ده فعلا فتح الكتاب وعارف يطلع الاجابه الصح بالظبط النموذجيه من المكان الفلاني. لان وارد جدا ان التايتل او العنوان اللي قدامي ده يكون اتكرر في الكتاب مره واثنين وثلاثه. صح. انا افهم بقى في انهي حته اللي قصده فيها السؤال بالظبط. يبقى اذا مفيش حاجه اسمها ان الاوبن بوك بيعلمنا الغش، لا ده مصطلح طبعا خاطئ جدا بالنسبه لنا. فكره الفصل المقلوب المقصود بيه المفروض الساده التربويين هم اللي فاهمين الموضوع ده، ان في حاجه عندنا اسمها تكنولوجيا التعليم. تكنولوجيا التعليم احد الفروع بتاعتها او استراتيجيات التعلم النشط بالنسبه لي للاطفال عشان اقدر اوصل لهم المعلومه صح، بما ان انا قلت ان هو جيل مختلف عشان مغرياته مختلفه. الفصل المقلوب بيعني ان الطفل ده
عنده حاجه اسمها مسرحه ادوار. يعني ايه مسرحه ادوار؟ مسرحه جايه من كلمه مسرحيه، ان انا وادوار طبعا اللي هي الادوار المتبادله بيننا. يقدر ان هو عن طريق مسرحه الادوار او تكنولوجيا مسرحه الادوار دي ان هو يبقى مدرس. ان في يوم من الايام مثلا عندي قصه معينه بدرسها في ليسون معين فيها مثلا الدكتور، فالطفل في الوقت ده بقى هو الدكتور. فده المقصود بيها بمنتهى البساطه. لكن الناس مثل كده عشان برضه فما انا مش واصله لي يعني فكره ان انت خليتي النهارده مثلا الولد الالفا مثلا بالنسبه لك زي ما بنقول كده جوه الكلاس ده اللي شاطر جدا، فانا كافئته بان انا هخليه هو التيتشر النهارده، فهيقوم على البورد. دي بالنسبه له قمه الفخر يعني ان هو يقوم يعني يشرح درس، دي بالنسبه له كبيره جدا. الهدف الرئيسي من استراتيجيه التعلم دي تحديدا ان انا ادخلها في الوقت ده هي فكره ان انا كوزاره عندي فكره ان وليه الامر في البيت الايام اللي قعداها البنت او اللي قاعدها الولد في البيت احنا نايمين. يعني احنا عندنا مثلا الدراسه حد وثلاث وخميس، الاثنين واربع بيريحوا. لا، الوزير مش عايز كده والمستشارين مش عايزين كده، عايزين ان الاثنين والاربع دول يبقى بريبريشن للي جاي او تحضير للي جاي، بحيث ان الطالب يبقى عارف ان هو يوم الاثنين هيعمل التحضير ده عشان يوم الثلاث عنده عرض للدرس اللي هو قدر ان هو يحضره. قدر ان هو يعمل كوميونيكيشن ما بين الحاجه اللي هو درسها قبل كده وما بين الحاجه اللي لسه هتدرس. فانت فهمت ايه؟ كلنا عارفين فكره تحضير الدرس والتمهيد دي من زمان. لسه هقول لك من زمان، وكان برضو بيطلعنا يقول لك اشرحي انت الدرس لكن للاسف هم برضو يعني اولياء الامور مش هقول ما بيدوروش، هم بيدوروا بس بيدوروا في الاماكن الخطا. المفروض السبلاي الوحيده بتاعتي الصح دايما هي المدرسه، اقرب حاجه بالنسبه لي، او الاداره التعليميه، ثم المديريه او صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بالوزاره فقط، او موجه الماده. دي عندي قنوات كتير جدا اقدر ان انا ادور فيها على المعلومه الصحيحه، ولكن احنا الموضوع بنتناوله بشكل كوميك زي ما بقول لحضرتك، يعني بشكل سيء جدا. البعض بيقولوا طب احنا يعني كتجربه حتى الموضوع بيخوف. لا، احنا دايما بنخاف من التغيير، ويمكن قلت مثل بسيط قبل كده في نفس البرنامج، احنا دايما عندنا هوس التغيير واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. لو نقلنا بيتنا من مكان هقول يا خساره البيت الاولاني كان المكواجي تحتيه كان بيريحني جدا يعني. طيب ما انا هقدر ان انا ادخل في التجربه الجديده دي ازاي الا اذا جربتها؟ ما ممكن البيت الثاني ده يكون فيه ميزه اكتر من الاولاني، ومن قصه المكواجي دي بموضوع كبير قوي. طيب يبقى اذا هجرب ازاي او هدخل في المجال ده ازاي؟ لا، اذا بتذبحنا يا جماعه، لا الوزاره ما تذبحناش. الوزاره بتذبحنا يا جماعه، لا الوزاره ما تذبحناش. بدليل ان لما تقرر موضوع التابلت اول سنه في اولى ثانوي اتفرض يعني ستيج او ستيب يعني مرحله وخطوه خطوه. اتفرض الاول على اولى ثانوي، وكانت الكتب موجوده زي ما هي، المناهج زي ما هي، ما غيرناش اي حاجه عشان ما يبقاش يعني اثنين تشينج في وقت واحد فيعمل انتربشن جامده للطالب ولا حاجه. لا، بدانا نغير واحده واحده، وكانت السنه بالنسبه لهم تجريبيه في مجال ان انا اعرف ازاي النتيجه بتاعتي، هل هقدر ان انا افعل الكوركشن الاوتوماتيكلي على النت دلوقتي ولا لا. بدات ان انا يعني افعل التقنيه دي واحده واحده. لكن للاسف كله كان خايف، وانا ابني هيضيع وانا ابني هيسقط. مش هيسقط يا جماعه. هي الفكره بالنسبه لنا ان احنا بنقيم وبنعمل تقدير للمواد. ليه؟ طب انا عايزه درجات، انا عايزه اعرف ابني جاب كام بالظبط. هي الفكره بالنسبه لي يا جماعه احنا عندنا افريج، يعني معروف مثلا ان من 50 ل 60 ده بيتقال عليه مقبول مثلا كده وهكذا. فبالتالي انا يهمني ان انا اعرف الافريج بتاع ابني عشان ما اقعدش ادور هي نص درجه راحت فين. لان طالما المتوسط قال لي ان الطالب رايح في النقطه دي المعينه دي من النتيجه الاجماليه اللي طالعه لي اخر السنه، يبقى اذا هو عنده اخفاق في الماده دي بشكل او باخر. فكره ان الطالب بقى عنده حريه ان هو يبحث مره واثنين وثلاثه، وزي ما قلنا يعيد الدرس مره واثنين وثلاثه، ويدور على مناهل المعرفه بشكل او باخر. دي فكره مهمه جدا. فكره محاربه الدروس الخصوصيه لناس كتير جدا للاسف الحمد لله بداوا ان هم يستفيقوا ليها وبداوا ياخدوا بالهم منها. دي حققت نجاح كبير جدا بقى. لو حضرتك عايزه تسال يعني القصه دي هل فعلا النظام ده سبب انه تقل الدروس الخصوصيه؟ السنتر الكذا سنتر او بنسميها السناتر، مش عارفه الجمع ده منين بس تمام. دي عملت اي تغيير او كده؟ فقولي لي فعلا ده على ارض الواقع. طب واذا حصل كده، هل راعينا برضو ان المدرس دي كانت وسيله كسب الرزق بالنسبه له، فزودنا مثلا في فلوس المدرس، يعني نظرنا اليه برضو هو بعين الرحمه؟ طيب نتناول الموضوع كده واحده واحده. احنا تربويين وده مجالنا وده شغلنا، التربيه والتعليم يعني، فاحنا اكتر ناس لامسين الموقف. بمعنى
ان ما ينفعش ان المبدا بالنسبه لي اقول ان حرام يا جماعه، ما هو المدرسين ذنبهم ايه يا جماعه، ما المدرسين دخلهم قليل يا جماعه، المدرسين نراعيهم برضو، ما ينفعش. لا، ما ينفعش ان انا اتكلم في المبدا ده، لان الظروف الاقتصاديه اللي بتجتاح اي دوله في العالم بتكون ذا سيم بالنسبه للوظائف كلها. طبعا التفاوت بينهم ما بيبقاش تفاوت طبقي، بيبقى تفاوت نسبي. بمعنى ان مش منطق ابدا بالنسبه لي كطبيب ان انا عشان المرتب بتاعي قليل في وزاره الصحه مثلا ان انا تاجر في الاعضاء. ابدا، ما هو ده برضو علم، تجاره الاعضاء برضو علم. مش معنى ان انا كصيدلي باخد مرتب قليل وما عنديش دخل كبير وما عنديش مثلا رواج في مبدا معين ان انا اتاجر في الدراجز. ابدا، ما برضو دراجز علم برضو، ما هو اللي عايز يقنن حاجه لنفسه بيحللها عادي. فدي حاجه. الحاجه الثانيه بقى والاهم، ان المدرس اللي حاطط في دماغه ان فكره السناتر، مش هقول الدروس يعني لان الدروس تعتبر ارحم، يعني السناتر تحديدا دي زياده دخل بالنسبه لي، فلا حضرتك دي ما تعتبرش زياده دخل، دي تعتبر توحش وفجر للاسف. ليه؟ لان المدرس اللي بيتكلم في فكره ان زياده الراتب حقك، الحياه الانسانيه والحياه الكريمه حقك، لكن لما تكون بتدي في السنتر ودخلك ما بيقلش عن 400 500 الف جنيه، مستني الوزاره تزود لك ايه؟ يعني ده الوزير مرتبه مش كده. يعني خلينا برضو منطقيين يعني. يبقى اذا الفكره بالنسبه لي هي فكره رساله، ده اولا. فكره ان انت دخلت المجال ده اذا انت داخل عن تراضي، دي ما فيش فيها كلام. فكره ان لو الدروس بالنسبه لك كانت هي المشكله، الوزير حل لك الموضوع وبقت الدروس بتاعتك جوه المدرسه. محدش يقول كلمه كرامه المعلم خارج، لا، انا دايما بقول كرامه المعلم داخل حرمه التعليمي، ولا زلت اصر على هذه المقوله. يعني حرم المعلم الحقيقي او احترامه الحقيقي داخل منبره التعليمي. ما فيش حد عندنا ليه حصانه اصلا، لا مدرس ولا غير مدرس، مدرس على دماغنا كلنا ما فيش فيها كلام، ولكن فكره ان احترامه بيبقى داخل المدرسه، مدرسه بس. ما حدش يقول اصل لا ما ينفعش الهجوم على سنتر او مهاجمه سنتر اصل ده برضه مدرس، لا، ما هو المدرس ده مش المفروض ابدا ان هو يعمل اي مخالفه قانونيه لانه قدوه للطلبه. اذا هي منظومه يعني كلها محصله بعضها. بس فكره ان احنا دايما بنعاني من فكره الشائعات الزياده او الاستعطاف الزياده اكتر من اللازم. طب ما احنا زي ما بنتكلم في مراعاه مدرس ومراعاه دخله، يعني هو انه الاكتر عدد المدرسين ولا عدد الاهالي؟ الاباء والامهات اللي بيعانوا، اللي بقى عندنا فعلا نسب طلاق بسبب الثانويه العامه ودروس الثانويه العامه، بقى عندي نسبه امراض بسبب الاهالي والكدح الغير عادي اللي بيعانوا منه عشان يقدروا ان هو يحصلوا دروس الثانويه العامه وفلوس ومصروفات الثانويه العامه. بقى عندي نفسيه سيئه جدا داخل كل بيت مصري من فكره يا رب تنجح، يا رب يطمر فيك اللي بنعمله، احنا طفحانين الدم عشانك وابنك وبندخل في مهاترات جدليه يعني لا حصر لها. يبقى اذا فكره ان انا بحاول ان انا احارب الدروس الخصوصيه، الهدف الاساسي منه هي كرامه المعلم عشان يقدر يلتزم اكتر ان المدرس سنتر هدها. ما هو الطالب دلوقتي لما بقى مدرك ان في سنتر بره ما بقاش في المدرسه، وبقى في ضرب في المؤسسه التعليميه. بمعنى ان كل السناتر للاسف بتبقى شغاله اغلب وقتها الصبح، فانت بتجبري الطالب انه يروح هنا بالظبط. يعني وفي نفس الوقت المدرس شايف ان السنتر اكسب له، فبالتالي بيقدر ان هو يستقيل او يعمل اجازه او ما الى ذلك. الفكره بقى الاهم من كل ده دلوقتي هي فكره ان الوزير والمستشارين بتوع التعليم قايلين ان ده الكتاب، ده المنهج، دي الامتحانات اللي هترتبط بالشكل ده بالمنهج ده. اغلب المدرسين اللي بيدوا في السناتر للاسف ما عندهمش الكواليتي الكافيه او التدريب حتى الكافي اللي يقدروا بيه يوصلوا المعلومه بالشكل اللي الوزير قال عليه. فبالتالي لو حضرتك وديتي ابنك لسنتر انت كده ضامنه انه يعني الحمد لله هو مش هيحصل حاجه، لان الفكره كانت بالنسبه لنا زمان التوقعات المرئيه وبرنس اللغه العربيه وحوت اللغه الفرنسيه والحاجات اللي كنا بنسمع عنها زمان دي، التوقعات المرئيه دي كانت يعني مجديه جدا جدا وكانت فعلا بتجيب نتيجه. ليه؟ لان كان المنهج بالنسبه لي صم. لو فنطتي الكتاب ده بالنسبه لك ل10 نماذج امتحانات فاذا لازم واحد من ال10 يجي، فهي مش توقعات مرئيه ولا حاجه، هي الفكره بالنسبه لي ان هي اسئله تقليديه حفظ وصم لازم هيجي منهم، لازم هيجي منهم. طب نيجي بقى الموضوع اختلف دلوقتي خالص. نيجي بقى للحفظ والصم والكلام ده. معلش يعني المناهج، يعني انا غيرت النظام وغيرت الكلام ده، طب المناهج يعني انا ساعات بقف قدام الكتاب في بعض الفصول هي ملهاش لازمه خالص يا دكتور، خالص على فكره، ولا استخدمتها على مدار عمري كله، وفي حاجات اساسيه فعلا استخدمناها وشفناها وموجوده في حياتنا. ليه الحشو؟ ليه نحط كميه الكلام والحاجات الكتير يعني ليه بنعمل كده؟ ما نسهل يعني بقى خلينا فارق نص في الموضوع ده.
هي فكره تغيير المناهج دي حاجه الحمد لله الوزاره مقرراها ومفيش فيها مشكله، ولكن التغيير ما ينفعش يبقى مفاجئ ابدا، وما ينفعش يبقى من نص المراحل. يعني ما ينفعش ان انا اجي مثلا في 6 ابتدائي واقول له هو ده انا غيرت المنهج. لا، التعليم عندنا في مصر تعليم تراكمي، وهو نفسيا فعلا التعليم التراكمي ده بيبقى اصح. يعني انا درست السنه دي 1 2 3 ما يبقى السنه الجايه 4 5 6. فهماكي. فبالتالي هو بادئ من البنيه التحتيه للتعليم. هل ابتداها بقى؟ طبعا فعلا. السنه دي واصله لغايه 3 ابتدائي. طبعا. فبداناها من اول كي جي 1، ودلوقتي بقت العلوم بالنسبه لهم علوم معرفيه. معرفه الاهل والاصدقاء والاقارب. الكتب دلوقتي ما بقاش فيه حاجه اسمها كتاب متخصص، لا بقت علوم معرفيه. عايزه اقول لحضرتك بس الناس اللي وبدات الفكره تكبر معاهم واحده واحده لغايه ما هيوصلوا لثانويه عامه بالتقنيه دي، وهيبدا بقى يبقى في ابديت بعد كده لفكره ازاي ادخل التعليم الاونلاين مع المراحل دي، لان هو مش المفروض ليهم. ازاي ان الولاد يدخلوا يعملوا سيرش طبعا على بحث معين المفروض ان احنا نعمله، ازاي ان انا انفذ بروجكت معين اللي المفروض ان هو مطلوب مني بنفسي كطالب. الحاجات دي مش هنقدر نعملها. ده احنا حته بحث عباره عن موضوع تعبير. ما تفكرنيش. يا خليني افكرك، يعني دعيني احرجك الحقيقه. دعيني احرجك ان انا عيطت، كنت لسه بحكي لك انا عيطت. كارثه. يعني عايزه اقول لحضرتك الناس كلها اتفاجئت ايه ده وبحث ايه والولاد ما اتعودوش. ما هم لا بصي، انا عايزه اقول لك على حاجه. انا كنت فاهمه الموضوع جدا جدا وشايفه ان هو موضوع تعبير بسيط، وكنت منبهره ومبسوطه. انا تعبير انا بس عيطت في انهي حته بالنسبه للولاد. انا عيطت في ان انا اعمل تايبنج. يعني دي كانت بالنسبه لي لسه غريبه. يعني انه ازاي لو الولاد بقى متعودين على الكلام ده اكيد هيتجنبوا الريسك اللي احنا دخلنا فيه قبل كده ده خالص. انا عايزه اقول لحضرتك ان بعض الاهالي للاسف فاقده الفكره المغزى من ان ليه الخبراء بتوع التعليم قالوا نعمل السيرش ده او ليه نعمل البحث ده. هو ما قالكيش عشان تروحي تشتريه من مدرسه ولا من مكتبه طبعا. ولا من مدرس، ولا حضرتك تجتهدي فيه وتجمعي جروب الموامز عشان تقعدوا ليل ونهار تأزازوا الابن وتعملوا الموضوع. ابدا يا جماعه، الموضوع ليه مغزى اساسي من ان الطفل نفسه هو اللي يعمل ابديت لدماغه ويبدا يعرف يعني ايه سيرش، يعني ايه اعمل بحث، يعني ادور فين، ايه القنوات الصح المفروض ان انا اعمل بيها. بس هقول لك على حاجه، خلينا برضو نبص من ناحيه ايجابيه حلوه. انا شخصيا شايفه فيها ايجابيه. يعني يمكن السنه اللي فاتت احنا كلنا لانه خضه، ولاحظي ان احنا عندنا كورونا متزامنه مع الموقف، فكان طبيعي يعني، او يعني مش هقول لك شبه طبيعي، بس بالنسبه لعقليه المصريين طبيعي هروح اعمل اللي حضرتك قلتيه ده. بس الى حد ما احنا ابتدينا نشوف ان في حته احنا مش موجودين فيها خالص. اعتقد انه لو اتعمل السنه دي مثلا، او اتدربنا في نص السنه على حاجه فجينا لاخر السنه، انا بتهيألي لا هسيب بقى، يعني هسيب بنتي هي تعمل بشكل كبير. يعني هي عملت والله حقيقي. انا كان كل الموضوع بس ازاي نعمل. طيب انا علمتها يعني، فقصدي انه لو كل سنه اتطور، لا العيال هتتطور بشكل كبير. بس فكره ان ممكن بنت حضرتك مثلا تبقى السنه دي مش عارفه ان هي تعمل التايبنج بشكل صح. احنا كماده علميه مش هحاسبك على التايبنج ده، مش هحاسبك على الاخطاء الاملائيه اللي حصلت فيه، وقال اكتبوا، وقال لو مش هتعملوا بالظبط على ان في حروف زياده خالص. يبقى اذا واحده واحده البنت او الولد هيبتدوا ان هم يعني يتعلموا المهاره دي بتتعمل ازاي، واطبع ازاي، واوفر المسافه دي ازاي، وارقم ازاي، واعمل علامات الترقيم ازاي. يعني الحاجات دي لما بتتعلميها انكلودد يعني في وقت التجربه، ضمنيا وقت التجربه الموضوع بيفرق معايا كتير، غير لما ابقى بتعلم التقنيه دي في حد ذاتها لوحدها. ايوه حقيقي. المثال البسيط اللي اقدر اقوله لما نيجي مثلا نشوف فيلم زي عنترة بن شداد، هنلاقي نفسنا مشدودين ليه جدا جدا جدا. تعالي بقى حطيه كمقرر دراسي، هبقى كرهاه. اتفرجي على اي شخصيه من الشخصيات اللي بيتعمل لها افلام في التلفزيون، طه حسين، هتلاقي بصي يعني هتلاقي نفسك مشدوده ليه جدا، والموضوع انترست حلو قوي قوي قوي، بتفرج فيه ازفان بالنسبه لي بقى. لكن هاتيه في الدراسه هكرهه تماما. يبقى اذا ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان لما اخلل الماده العلميه اللي انا محتاجه ان انا اقولها اللي هي تكنولوجيا التعليم، وازاي الطفل ده يستخدم التقنيه بشكل او باخر من خلال دراسته بشكل غير مباشر، ده يعني هيسيب اثر كويس جدا معاه. زي الطالب مثلا اللي بيدخل المدارس الخاصه والتجريبيه، بتلاقي الانجليش بالنسبه له عادي، لان هو كده كده بيدرس المواد بالانجليش، فبالنسبه له الموضوع اللغه بالظبط مش لانجوج، يعني مش ماده في حد ذاتها بتدرس، فالموضوع يبقى بالنسبه له ديفيكالت او صعب بشكل او باخر. لا، الموضوع مختلف. فنفس الفكره اللي احنا بنتكلم فيها، ان لما يكون الموضوع ضمنيا يا جماعه هيعمل ابديت كويس جدا للاولاد، هيبداوا يتعرفوا على التقنيه دي واحده واحده، هتلاقوا ان بيطلع منهم حاجات انتم مش متوقعينها خالص. يعني حقيقي. الحاجه بقى اللي احنا بس عايزين نحط مليون شرطه تحتها، انه النتيجه بتاعت ده هتظهر امتى، وانه اذا كنا ابتدينا باولى وثانيه ثانوي مثلا
ليه عملنا كده؟ طب ما احنا كان ممكن مثلا نبتدي بكيجي علشان لما يطلعوا يبقوا هم دي كانت حاجه جديده فابتدينا تمام. الموضوع بقى بالنسبه لهم. ليه يا عيني الناس ومعلش اي تجربه جديده بيبقى ليها ضحايا ده اكيد، فليه ضحينا؟ يعني لو بصي هو ليه ضحينا زي ما حضرتك بتقولي، هي الفكره مش فكره تضحيه قد ما هي فكره ان التجربه الجديده دايما بيبقى ليها بتعتبر ريسك بالنسبه لنا، احنا داخلين في مخاطره. وليه بنقول داخلين في مخاطره؟ لان وارد جدا ان يحصل اي اخفاقات نتجنبها بعد كده واحده واحده اثناء العمل عموما، مش هتكلم على التعليم تحديدا يعني. ودي تجربه بيمر بيها يعني، او دي خطوات بنعملها في اي مرحله من مراحل التجربه عموما في شغلنا بشكل كبير جدا. طيب ايه الهدف من ان انا بدات من مراحل كبيره في ناحيه ومراحل صغيره في ناحيه تانية؟ ليه؟ احنا متفقين على ان التعليم لازم يتغير، مفيش فيها مشكله خالص. طيب هو المفروض ان انا لما اجي اغير في البيت، او مثلا عايزه ان انا اعمل مثلا شكل صبه معينه، تجربه على طوب معين، شكل اسمنت معين، هل من المنطق ان انا ابدا في الدور ال 12 اللي هو ثالثه ثانوي؟ ابدا. المفروض ان انا ببدا من البنيه التحتيه اللي بتؤهل بعد كده ان انا اخلي بالي عشان البناء ده هيتعرض لزلزال يبقى هعمل له كذا، الصبه لازم يبقى شكلها كذا، يعني الحاجات دي كلها تاهيليه. فبالتالي بدات ان انا اعمل تغيير للمناهج دي فعلا من البنيه التحتيه اللي هي من اول اولى رياض اطفال وبتتصاعد المراحل سنه بعد سنه. طيب ليه لما انا دخلت الاونلاين وليه لما انا اتكلمت في تابلت ليه ما دخلتش التقنيه دي للصغيرين؟ ده من باب اولى، ده انا ابني قرد وبيمسك اليوتيوب بقى مش عايزه اقول لك وبيعمل. لا حضرتك هو ده مش مطلوب خالص. ابنك بيعمل ده بيقلد اللي في البيت، وده غلط منك ومنه. يعني ما فيش طفل بيتولد وفي ايده تابلت، هو لو مش شايف اللي حواليه بيستخدموا التقنيه دي هو مش هيعرفها منين. فكره ان الطفل في تعامله مع الاجهزه اللوحيه دي صحيا غلط جدا 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 جدا. دي حاجه طبعا يعني لا جدال فيها عالميا. فكره تعرضه او تعرض حدقه عينه بتركيز شديد ليه ده بيعمل جفاف في العين وبيعمل تحدب في الرقبه، يعني ليه مشاكل صحيه كتيره جدا جدا. الاهم من كل ده لو حضرتك متخيله دلوقتي، تعالوا كده نعمل نفسنا خبراء مره واحده ونقعد نعمل نفسنا ده مصر كلها خبراء عشان نعرف نفكر صح يعني. احنا هنقعد شويه الاطفال دول معانا وهنقول ان دول مش هيتعلموا الا بالتابلت وبس. طب تعالى حبيبي اكتب اسمك، هيكتبه ازاي؟ ده انا حتى في المراحل الاوليه انا افقدت مهاره انه يكتب، انه يمسك القلم. دي مسكه القلم دي مهاره. حقيقي. يبقى ازاي انا بتكلم في ان لا كان من باب اولى بدل ما نبدا في اولى ثانوي نبدا في اولى حضانه؟ لا خالص حضرتك، دي حاجه ودي فئه عمريه ودي فئه عمريه ثانيه خالص. دي قدرات بتتطلب السن ده ودي قدرات ثانيه بتتطلب السن ده. يبقى اذا احنا يعني كلنا ما شاء الله بنفهم وكلنا مثقفين، ولكن مهما كانت ثقافتنا عاليه، عشان بس نوصل المعلومه بشكل افضل، مهما كانت ثقافتنا عاليه فنحن لسنا على منصه المختص. يعني ممكن يبقى حد مثلا طبيب عالمي ولكن لا يفقه مجال التعليم ماشي ازاي. ممكن يبقى وزير التربيه والتعليم نفسه ولكن الجوانب الصحيه بالنسبه له مش بتاعته، وده عادي جدا. يبقى فكره التخصص لازم نؤمن بيه تماما يا جماعه. زي ما احنا قبل كده في الجائحه وكنا بنقول ان احنا بنلجا لوزاره الصحه، وزيره الصحه، توجيهات الصحه العالميه. التعليم لا يقل عن الصحة أبدا ان انا ألجأ لأهل العلم فيه عشان أعرف أخد المعلومة بشكل صحيح، بدل ما ألاقي أغلاط ملهاش أي لازمة تتلخبط لي حياتي وتلخبط الأسرة وتلخبط الطفل. لأن احنا كمان بنعاني من مشكلة كبيرة جدا، وهي فكرة ان لما بيحصل أي كارثة احنا ما بناخدش بالنا احنا بنقول ايه. بنقعد نتكلم على جروب الماميز مع بعض، دي حاجه بعيده عن الاطفال، لكن لما نيجي نتكلم بقى في التليفون، ايوه يا مي، ايوه يا فلانه، ده حصل كذا، طفل بيسمع. بلاقي ان بشكل اندايركت او بشكل غير مباشر انا عملت اسقاط سلبي للطفل على كراهيه المدرسه وكراهيه المدرسين وكراهيه المناهج بشكل غير مباشر وانا مش عارفاه. ممكن تاخدي بالك من حاجه زي دي امتى؟ لما تيجي في امتحان مثلا معين وتقولي له يا ابني ده انا مذاكره لك، ده انت كنت كويس، ده انت يقول لها يا ماما مش انت قلتي ابني والله ما هيعرف يحل حاجه في الامتحان، انا فعلا ما حلتش حاجه في الامتحان. طب احنا يعني ما بناخدش بالنا من التعبيرات السلبيه للاسف اللي بنقولها قدام اولادنا بشكل غير مباشر اللي بتنعكس عليهم فعلا بالسلب بعد كده. طيب انا سمعت انه اولى وما بقاش في تخصص علمي رياضه وعلمي علوم.
لا هو حاليا الدنيا ماشيه، ما فيش فيها الدنيا مشكلة. ماشية، بس بس خلينا هل نقول ده- حاجه برضو مهمه آه. في موضوع التخصص ده. يعني احنا زمان، يعني ومش عايزه حد يقول لا احنا مش زمان يا دكتور لا، يعني الفارابي والرازي وابن سينا، الناس دي كلها كان ما كانش عندهم علم تخصصي، كانوا بيبرعوا في احد مناحي العلم، ولكن كان عندهم ثقافه عامه بكل العلوم الاخرى. ففكره ان انا مثلا الاقي واحد متخرج مثلا من كليه الطب لكن ما يعرفش يحسب مساله، يقول لك اصل انا ما كنتش رياضه، دي كارثه. فكره ان هو مثلا يكون مهندس يقول لك لا انا ما اعرفش يعني ايه فيتامين سي، دي برضو كارثه. فاللي احنا بنطمح ليه يا جماعه، ويمكن دي حاجه شرف لينا كلنا، ان لما بيجي لنا اي حد من بره مصر بيحتاج ان هو يعمل معادله عشان يبقى موازي للتعليم بتاعنا، لان هو فعلا تعليم قوي. دكتور ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية وطرق التعليم الحديثة، نورتيني، ونورتيني مش بس في قعدتك او وجودك معانا، انت نورتنا دماغنا الحقيقة والله العظيم بجد. اشكرك شكر جزيل، ويا رب مشاهدينا تكونوا بجد بجد استفدتوا من الفقرة دي. تعالوا كده بقى نريح دماغنا شوية ونروح ننسق الزهور مع بعض ونرجع للفقرة الثانية.